انا عموما اكثر من مره قلت يعني ما له علاقه بالفكر ولا بالسياسه، على اساس ان انت تقول لي والله تروح انت تعطي ملايين. انا مو برايح تركيا، وايد ناس من الربع دوم في تركيا. انا من الناس اللي ما احب اتعامل معاهم. وين الغلط في الموضوع؟ انت ليش يزعجك واخوك اللي منك ومن دمك ولحمك ويتكلم يقول لك انا، تقول له لا انت اصلا ما ليش عيال عمتك هم؟ ما عارف. انا ما اتخيل انت في تويتر ولا في كل من تتكلم عن والله انا صارت لي مشكله في تركيا، تصدرت انت المشهد وتبي تهاوش فلان تهاوش، لا تكلمونه. وفي ناس يروحون هناك امورهم طيبه، قاعدين في بيوتهم ولا قاعدين في شققهم، قاعدين هاي ما مروا بهذه الظروف، يمكن يعرفون يتعاملون. لكن في ناس مروا بهذه الظروف. انت صاير السفير التركي لنا ليش؟ ما فهمت يا اخي. يعني الحين مثلا تعرضت في موقف في اي دوله ثانيه عادي، بس الدوله مو على كيفك، مو على كيفك. الناس تمر بظروف يا اخي. يا اخي انا تعرضت هالموقف وبعرضه، شو المشكله؟ لا تقلق، ما حد جاب طاريهم بشر. المعامله سيئه ويتعاملون مع العرب بعنصريه، انتهى النقطه. لازم يعدل الوضع، لان هذول الناس يرفعون من اقتصاد بلدك. اذا كانت هذه المعامله الدائمه بهذه الطريقه، خلي الناس يا اخي ما تروح، انتهت السالفه. ليش تهين كرامات الناس عشان والله سياحه وانت والله ما ترضى عليهم؟ لا تفكر تجي مهدي ارتغل. ترى اللي يروحون هناك عوال، في ناس في ريال يمرون بمواقف قدام اهاليهم يا اخي، قدام حريمهم، قدام عيالهم، يهان بمعنى الكلمه يعني. وكثير من المواقف الناس ما تعرضها اصلا.